أخطاء اوعى تعملها وانت بتشتغل ديكوباج. لو شغلك بيطلع مش مظبوط ومش عارف ليه، تعال أقولك على الأخطاء اللي ممكن تكون بتعملها من غير ما تاخد بالك. أول حاجة، اوعى تشتغل على سطح مش نضيف أو مش مجهز، لأن وقتها المود بودج مش هيلزق المنديل كويس والمنديل هيكلكع معاك. فأنت لازم تصنفر وتنظف السطح الأول قبل ما تشتغل، بعدها تأسس القطعة بتاعتك باستخدام الجسو. تاني حاجة، اوعى تستخدم في لزق المناديل الغير الأبيض العادي وتفتكر إنك كده بتوفر، لأنه هيخلي المنديل يكرمش ويكلكع. فأنت لازم تستخدم الغير المخصص للزق المناديل وهو المود بودج، وهتوزع طبقة منه على المنديل كله. تالت حاجة، اوعى ما تفردش المنديل كويس على السطح اللي بتشتغل عليه، يعني مثلا إنك تسيب تحته هواء أو يكون متني. فالأفضل إنك تستخدم كيس بلاستيك ناعم تفرد به المنديل من النص للطرف بلطف. رابع حاجة، اوعى ما تحميش شغلك بطبقة حماية بعد ما تخلصه. فانت لازم بعد ما تخلص تدهن طبقة او اتنين من العازل الشفاف عشان يحمي شغلك. لو عايز بقى نصايح كتير مختلفة في فنون ومجالات كتير، تقدر تتابعنا، هتلاقينا بننزل نصايح هتقدر انها تساعدك في المجال بتاعك. ولو عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا تحت في الكومنتات او في رسالة وهنرد عليك حالا.